السلام عليكم ورحمة الله يا حبايبي الغاليين، كل سنة وانتوا طيبين. احنا طبعا في موسم الزيتون. جبت النهاردة عشان اخلي معاكم الزيتون بطريقة المصانع بتكات. هقولها لكم برضو في الفيديو، بس كملوا معايا الفيديو للاخر. النهاردة هنخلي معاكم الزيتون التفاحي، من احلى واطعم المخللات اللي ممكن الواحد ياكلها. هخليلها النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة وهوريها لكم كمان. بس قبل ما نبدأ لازم تسموا الله وتصلوا على الرسول، تنزلوا تشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل على شعر الكل، عشان كل ما انزل فيديوهات توصل لكم. جبت زيتون 2 كيلو، وجبت 10 حبات من الثوم ورق لوري، ونص كيلو من الليمون، ونص كيلو من الفلفل، ونص كيلو من الجزر كمان. ده كل اللي هنستخدمه النهارده في عمل الزيتون المخلل التفاحي. يلا اقول لكم هنعمل ايه كمان. اول حاجه جبنا البلانش هنا. هنبدا اول حاجه نبشر الجزر كله. الجزر بيديله طعم وبيديله شكل كمان حلو، مش هيتهري معانا ولا يبوظ خالص، هيفضل لحد اخر زيتونه. والجزر كمان حلو معايا، هيديله طعم ولون وريحه كمان، وطعمه احلى كده. ابقى بشرت الجزر كده خلاص، اخر واحده هبشرها. انا هنا حابه ادخل معاه جزر بس مع الفلفل. اللي حابب برضو يحط شطه حمرا ماشي، اللي حابب برضو يحط فلفل احمر ماشي. كده خلاص، بعد ما بشرت الجزر هجيب كمان عصير الليمون. هنا انا زي ما قلت لكم استخدموا نص كيلو ليمون، على الكيلو بياخد ربع كيلو من الليمون. انا استخدمت نص كيلو، على كل كيلو ربع كوباية من الليمون. هبدأ كده اعصر كل الكمية اللي معايا. لازم الليمون المخلل نعصر فيه ليمون، حتى لو نحط كمان لازم نعصر الليمون ده كمان. بصوا كده، بعد ما عصرت كل الكمية اللي معايا هنشيل القشرة على جنب. طلعت لي نص كوباية من الليمون، مش هنرمي القشرة، برضو هنستخدمها مع الزيتون. يلا بقى هركن ده كله على جنب، وهنجيب بقى ونعمل بقى الزيتون مع بعض. هبدأ كده اشيل الفلفل على جنب. دول الاتنين كيلو. انا زي ما قلت لكم مستخدمه زيتون تفاحي. في زيتون تاني اللي هو العجيزي او العزيزي، ينفع بالاسم ده وينفع الاسم ده كمان. في ناس بتقوله كده وفي ناس بتقوله كده. جبنا هنا زيتون، انتوا عارفين طبعا الزيتون اللي هو شكل التفاح بالظبط. هوريها لكم برضو دلوقتي شكلها عامل ازاي، عشان الناس بس اللي تيجي تشتري ما تتلخبطش بين ديت وبين ديت. نزلت اول حاجه بالجزر. بصوا دي شكلها كده، بتبقى شكلها مدوره عامله زي التفاحه بالظبط، وشكلها كمان من فوق زي التفاح بالظبط. هننزل بباقي الليمون، بما ان الزيتون التاني بيبقى شكله مطول طول، والحبايه بتاعتها رفيعه، لكن دي فيها لحم كتير، ودي مدوره وشكلها زي التفاحه بالظبط، التفاحه الخضراء. قلبنا كده الليمون كله والجزر مع بعض. بس انا مش هحط فيهم حاجه تانية. هنا عقدت البرطمانات بميه مغليه. هنزل بالفلفل من تحت. انا قطعت قرنين من الفلفل، والباقي احطه سليم. اللي حابب يقطع كل الفلفل بس يبقى حامي معاكي الزيتون قطعيه، مش حابه برضو اعملي زيي قطعي قرنين بس من الفلفل والباقي كله حطيه صحيح. ابدا كده من البرطمانات كلها من الزيتون، وحطيت 4 فصوص من الثوم في كل برطمان، عشان الثوم بيديله ريحه حلوه بيحفظه لي برضو. وحبيتين من ورق اللوري. هقول لكم برضو على فايده الورق اللوري في الاخر. هنحطها برضو زي ما قلت لكم. البرطمان التاني برضو بدأت احط فيه، وحطيت فيه توم كمان.
حطيت برضو الفلفل حامي زي ما قلت لكم، انا حباه صحيح مش حابه متقطع، قطعت بس عشان ما يكونش الزيتون حامي معايا قوي. كده عملت برطمانين وعقمت برضو التالت، عملوا معايا كميه حلوه وكبيره كمان. انتوا عارفين طبعا ان الزيتون التفاحي بيبقى اغلى من الزيتون العجيزي او العزيزي، ده نازل ب35، والزيتون التاني اللي هو العجيزي نازل ب25 جنيه. ده بس اكتر حاجة فيه بيقعد 6 شهور، بما ان العزيز التاني بيقعد سنة او سنة ونص، بيقعد فترة طويلة جدا. هنا المحلول انا مية مغلية سبتها تبرد جدا. هنا على كل كيلو 4 معالق من ملح، على كل كوباية معلقة من الملح. اللي ما يعرفش اللتر بتاع المية يعايرها بالمعلقة احسن. هنا المعلقة الكبيرة ديت بتاخد معلقتين مليانين من الملح. اقلب لحد ما الملح كله يدوب معايا. بعد كده نزلت بكوباية، نص كوباية الليمون، زي ما قلت لكم على الكيلو ربع كوباية من الليمون. ونزلت كمان بنص كوباية من الخل. هفضل اقلبهم كده لحد ما يدوبوا كويس جدا. نزلت بمعلقة شطة تكون حامية، ده اختياري مش اجباري برضو للي حابب يحط، او ممكن تحطي هريسة عادي بتاعة الفلفل. وهنزل بمعلقة من السكر، ده اجباري مش اختياري، عشان تخلي معايا الزيتون والجزر مقرمش لحد اخر واحدة. هفضل بقى اقلب المحلول ده كله مع بعضه. ده بس المحلول اللي هنستخدمه عشان يحافظ لي على الزيتون. زي ما قلت لكم ان الزيتون ده بياخد 6 شهور مش سنة، العجيز التاني الرفيع بياخد سنة. بس كده خلصت كل المحلول اللي هجيب بقى البرطمانات وهبدأ املاها كلها من المحلول. لازم المية تكون مغلية ونسيبها تبرد خالص. هبدأ كده املى البرطمانات. انا هنا مستخدمين 3 لتر من المية. ده الليمون اللي انا عصرته معاكم، هبدأ احطه على وشه عشان يمنعني اي عفونة تطلع على الزيتون، عشان نشيل الطبقة بتاعة الليمون لو حصلت عفونة ولا اي حاجة. هنشيل الطبقة بتاعة الليمون ونرميها ويكون الزيتون سليم من تحت. فانا لازم احط القشر كده، هعمل طبقة من فوق هغطي بيها الزيتون كله، ومنها برضو القشر الليمون يتخلل معايا يبقى طعمه حلو ويدينا. هنا ورق اللوري برضو مادة حافظة للزيتون ويحفظه لي كمان، وهيدي لي طعم وريحة للزيتون حلو جدا، وهيخليه يعيش لأطول فترة معايا. بعد كده محطت ورق اللوري، هبدأ بقى املى البرطمانات بالمحلول. هعبي كده البرطمانات، عبينا الاولاني يلا نعبي التاني مع بعض. كده بعد ما عبينا التاني هنعبي الصغير كمان. كده بعد ما خلصنا البرطمانات وعبيناها ده كده شكلها. هيبقى في حتة زايدة في البرطمان من فوق، لازم نحط زيت معلقتين او 3 في كل برطمان. نجيب بقى هنا الزيت. انتوا عارفين ان الزيت بتبقى مادة عازلة عن البرطمان عشان ما تدخلش اي هواء ولا اي عفونة خالص. ففي كل برطمان هستخدم معلقتين 3 من الزيت. والورق اللوري كمان هيديني برضو مادة حافظة، عشان لا قدر الله لو حصل معايا اي عفونة ولا اي حاجة هنرمي الطبقة اللي من فوق وهنستخدم الزيتون عادي خالص، ما يبقاش فيه اي عفونة ولا اي حاجة خالص. ده كده شكل البرطمانات بتاعة الزيتون. عملوا معايا 3 برطمانات. انا هنا غطيته بورق استرتش عشان يبقى مادة عازلة عن الهواء وعن الزيتون كمان، ما يخلوهش يعفن معايا خالص. لازم نغطيه بورق استرتش، واللي ما عندوش ممكن اكياس تلاجة عادية خالص يفتح الكيس ويغطيها. كده خلصنا الزيتون مع بعض. خليت النهارده معاكم الزيتون التفاحي باسهل واسرع طريقه زي بتاع الشركات كمان واحلى. جربوها على طريقتي هتحبوها. يا رب الفيديو كان عجبكم واستفدت منه. عايزه بقى لايك حلو وكومنت احلى واشتركوا في القناه، واشوفكم تاني ان شاء الله في فيديو جديد.